إذا كنت تعاني من اختلاف لون البشرة، إذا كان عندك كلف، عندك الإسمرار الناتج عن أشعة الشمس، عندك تحبي تعملي توحيد لون البشرة، عندك مناطق في الوجه تكون سمراء سوداء، وعندك مناطق تكون طبيعية لونها طبيعي. اليوم راح نتشارك معاكم وصفة منزلية بمكونات بساط باش نعالجوا المشاكل هذا. مرحبا بالجميع، إن شاء الله تكونوا بخير. لهنا البنات لوصفتنا راح ناخذ صفار بيضاء، راح نضيف لها مغرفة أكل، مغرفة طعام، قهوة سريعة الذوبان. نوريكم الوصفة الكمية هذه. راح نضيف لها نفس الكمية نشا، كيف ما تشوفوا لهنا نفس الكمية. راح نضيف لهم البنات مكون رابع واللي هو لهنا البنات جبن المثلث هكا. لهنا تخيري اي نوع انت متوفر عندك، انا عندي النوع باش نضيفه وباش نمزج المكونات البنات للي القوام نتاعهم يولي كريمي. هذوما المكونات كيف ما شفتوهم لهنا باش نمزجهم نتحصل على قوام يكون كريمي، ومن بعد نكمل الفيديو معاكم. البنات هذا القوام اللي انا حاجتي بيه، كيف ما قلت لكم قوام يكون كريمي، حاجتي المكونات يتمازجوا مليح باش نجي البنات ونطبقوا. لهنا البنات نجموا نطبقوا الوصفه. لهنا تنجمي تطبقيها للوجه، تنجمي تطبقيها لليدين وللرقبه. تخلوا البنات نطبقوا الوصفه على بشره تكون نظيفه. نحاول قبل ما نطبق الماسك نخليه لهنا البنات نغسل وجهي مليح بالماء يكون دافي، ومن بعد ننشف البشره مليح، ومن بعد باش نطبق الوصفه. حاجتي الوصفه نطبقها على بشره تكون نظيفه ونخليها للي تحسي انه الوصفه جفت على البشره، يعني تحسيها جفت ولات جافه. لهنا البنات ريت طريقه ياسر سهله باش تجي لهنا وتطبقيها هكا كيف ما قلت لكم بالطريقه هذه. يعني لهنا نجم انا باش نعتمدها للوجه، باش نعتمدها كيف ما قلت لكم لليدين، نعتمدها للرقبه. نخليها بالطريقه هذه نطبقها على كامل اليد للناس اللي عندها مشاكل اسمرار اليدين من اشعه الشمس. الوصفه هذه ياسر مزيانه. في نفس الوقت البنات الوصفه هذه تساعد على شد التجاعيد وتعطيك تفتيح فوري. نحاول نخليها كيف ما قلت لكم نطبقها ونخليها المده اللي تجف، مش باش نقول لك 20 ولا 25 دقيقه، للي تحسي البشره، للي تحسي انه البشره تشربت الماسك. من بعد نغسل وجهي بالماء يكون دافي، نغسل وجهي مليح 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 مليح. قبل ما نغسل وجهي البنات كي باش نجي ونتنحي الوصفه، ها نوريكم البنات كيفاش نحوها. فرضا انه جفت باش نجي ونحها على شكل دوائر، ريتو كتجف من بعد انت تعملي لها هكا مساج على شكل دوائر تحسيها تتنحى، ومن بعد تغسلي وجهك يكون بالماء يكون دافي. ولا هنا البنات حاجه اخرى، اذا كملت انا استعملت الوصفه نجم نعمل اي كريم مرطب، والا زادت نجمي تعملي شويه رشه هكا ماء ورد. الوصفه نحاول اني نطبقها 3 مرات في الاسبوع، وباذن الله من الاسبوع الاول انك معناها من اول 3 يعني لهنا استعمال تشوفي الفرق وتلاحظي اختلاف لون البشره وتلاحظي التفتيح. ان شاء الله الوصفه عجبتكم البنات. نتمنى انكم تدعموني بالاشتراك، تدعموني بك القلب اللي تحطوا لايك للفيديو، واذا عندكم اي اقتراح مرحبا بكم في التعليق. نحاولوا ان يعني اذا عندكم اي حاجه فيما يخص الوصفات خلوا لي في التعليق، نحاول اني نجتهد ونحضر معكم الوصفات اللي تطلبوها مني. دمتم في رعايه الله، وان شاء الله في وصفه جديده.